على مر التاريخ كانت البشرية دائما عرضة للحوادث التي تسببت في إلحاق الأضرار بالممتلكات والأرواح أيضا، وبالطبع فإن هذه الحوادث مكلفة للغاية ولا تدخل في المعادلة هنا مسببات الحوادث كالحروب والكوارث الطبيعية، بل لهذه الحوادث مسبباتها الأخرى وتكاليفها الباهظة جدا، وطبعا لا شيء يعادل أبدا فقد الحياة لأنها لا تقدر بثمن. هذه قائمة بأكبر 10 حوادث في تاريخ العالم قياسا بالدولار. سفينة التايتانيك جاءت في المركز العاشر. قد يكون حادث غرق التايتانيك أشهر الحوادث في العالم ولكنه ليس الأغلى، وقد غرقت هذه السفينة العملاقة في أول رحلة لها في عام 1912 ومات في الحادث 1500 شخص. وقد بلغت تكلفة السفينة التي تعد الأكبر رفاهية حتى تاريخ اليوم 7 ملايين دولار، وهو ما يعادل 150 مليون دولار اليوم. في حين جاء في المركز التاسع حادث شاحنة الصهريج مع الجسر، ففي عام 2004 ارتطمت شاحنة تحمل 3200 لتر من الوقود بجسر ويهلتال في ألمانيا، وعندما ارتطمت بالأرض سبب الوقود بانفجار هائل أدى إلى تدمير جزء كبير من الجسر. وقدرت كلفة التصليحات وتبديل الجسر المتحطم ب 358 مليون دولار. ومن سمع عن حادث مترو لينك فإنه جاء في المركز الثامن من حيث التكاليف، وتفاصيل الحادثة تقول: في العام الماضي ارتطم قطاران في ولاية كاليفورنيا عندما عبر أحد القطارين الإشارة الحمراء بسرعة كبيرة، وتبين لاحقا أن السبب هو التهاء قائد القطار بكتابته لرسالة نصية. توفي على إثر 25 شخصا، وكلفت الدعوات القضائية شركة مترو لينك صاحبة القطار 500 مليون دولار. واحتل المركز السابع تحطم منفذة العمليات طائرة بي 2. هذه الطائرة المسماة بالقاذفة ستيلث بي 2 تحطمت بعد إقلاعها من قاعدة جوية في غوام في 23 من فبراير 2008 بقليل، وكان سبب الحادث تعطل بعض من أجهزة الحاسوب بسبب الرطوبة، وهذا الحادث قدرت كلفته بمليار و400 ألف دولار أمريكي، وهو الأغلى في تاريخ حوادث الطيران، وكلا الطيارين تمكن من القفز بمظلتيهما إلى بر الأمان. وجاء في المركز السادس حاملة نفط أكسون فالديز، ففي 24 من مارس 1989 تسرب النفط من أكسون فالديز. لم يكن كبيرا بالنسبة لأكبر انسكابات النفط، لكنها كانت مكلفة نظرا إلى بعد الموقع من مضيق الأمير ويليام، وقد تكلفت الشركة لتنظيف التسرب الناتج ما قدر بمليارين و500 ألف دولار. أما المركز الخامس في سلسلة الحوادث فكان قاعدة ألفا لاستخراج النفط. فقد حدث في العالم أسوأ كارثة للنفط، حيث كانت قاعدة ألفا أكبر منتج للنفط في العالم، بحيث تنتج 317 ألف برميل من النفط يوميا. ولكن في السادس من يوليو عام 1988 تمت الصيانة الروتينية، وتم تحقق الفنيين من إزالة صمامات الأمان التي لا غنى عنها في منع تراكم الغاز السائل الخطير، وكانت هناك 100 من صمامات الأمان التي خضعت للتدقيق، وللأسف أن الفنيين ارتكبوا خطأ فنيا فادحا في مضخات الغاز السائل، وفي غضون ساعتين اشتعلت المنصة بالنيران حتى انهارت تماما، مما أسفر عن مقتل 167 عاملا، وقدرت الخسائر ب 3.4 مليار دولار. أما المركز الرابع في هذه الكوارث فجاء انفجار تشالنجر، حيث تحطمت مركبة الفضاء بعد تركها لسطح الأرض ب 73 ثانية، متحولة إلى نيران ودخان بسبب عطل فني. وقد قدرت كلفة استبدال المركبة والأجهزة المحطمة بمبلغ 5.5 مليار دولار في 28 من يناير عام 1998. وجاء في المركز الثالث حاملة النفط بريستيج، ففي عام 2002 تحطمت إحدى خزانات السفينة العملاقة عندما كانت تحمل 77 ألف طنا من النفط قبالة الشواطئ الإسبانية بسبب عاصفة، وقدرت كلفة هذه الحادثة ب 12 مليار دولار. أما المركز الثاني فكان من نصيب مركبة فضاء كولومبيا التي انفجرت في رحلة عودتها من الفضاء فوق تكساس بسبب ثقب بأحد أجنحتها، وقدرت كلفة هذا الحادث ب 13 مليار دولار.
ووصلت حادثة تشيرنوبيل إلى المركز الأول والتي تعتبر الكارثة الأغلى في التاريخ، وقد حدثت عام 1986 وقد تأثرت نصف أوكرانيا منها بطريقة أو بأخرى، وأثر الحادث على حياة 1,700,000 شخص من سكان المنطقة، وقدر عدد الوفيات من أثر كارثة المفاعل النووي ب175,000 شخص، بينما قدرت تكلفة الحادث ب200 مليار دولار.